وننتقل فورا إلى حلب مع مراسل الأخبارية السوري أنس رمضان، حيث ينقل لنا مشاهد عن وصول الطائرة الجزائرية المحملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال. وفيها طبعا تابعنا قبل قليل عناصر من الدفاع المدني السوري وعناصر الهلال الأحمر السوري يقومون هم باستقبال الفريق الجزائري الذي جاء يساعد في أعمال الإغاثة والإنقاذ. وصول أول طائرة جزائرية إلى مطار حلب الدولي وعلى متنها 110 أشخاص من أفراد الحماية الجزائرية فرق الإنقاذ والإغاثة الذين سينضمون بعد أيضا نحو نصف ساعة إلى الفرق الحكومية والتابعة لمجلس محافظة حلب ومجلس المدينة والجهات الخاصة العاملة فعليا على إزالة وترحيل الأنقاض. في الوقت الذي تصل فيه هذه الطائرة فعليا تسجل الجهات الحكومية استمرار الأعمال التي تقوم بها سواء غرفة الطوارئ المخصصة في مجلس محافظة حلب والقصر البلدي، إضافة الفرق التي تحدث عنها منذ قليل التي تعمل على إزالة الأنقاض. سجل منذ نحو نصف ساعة إنقاذ أحد المدنيين العالقين تحت الأنقاض منذ يوم أمس، وتم نقله وإسعافه إلى مشفى حلب الجامعي. بالتوازي أيضا تعمل الجهات الخاصة والجمعيات الأهلية على تجهيز مراكز إيواء جديدة تضاف إلى المراكز التي جهزت بكل شيء، إضافة أيضا إلى الأمور الإسعافية داخل مراكز الإيواء، باعتبار أن العدد الذي فعليا تعرض لهذه الكارثة عدد كبير جدا من المدنيين، وبالتالي الجهود مستمرة من قبل الدولة والحكومة السورية ممثلة بمحافظة حلب. ويمكن وصف ما يجري في حلب سواء يوم أمس ولغاية هذه اللحظات هو عمل جبار لعدة نواحي، ليس فقط للجهود المبذولة من الجهات الحكومية بل أيضا للمشاركة من الجهات الخاصة والمجتمع الأهلي، أي الأفراد العاديين المدنيين العاديين الذين يعملون سواء مع فرق الإنقاذ وفي مراكز الإيواء وأمام المشافي الخاصة والعامة، إضافة أيضا إلى عملية نقل المساعدات الموجودة في حلب والتي وصلت فعليا يوم أمس. بعد قليل سنكون أيضا مع عناصر الحماية الجزائرية للحديث أيضا عن وصولهم. عندما التقيت منذ قليل بأحد عناصر الحماية الجزائرية عبر عن فرحته بوصوله إلى سوريا وإلى حلب للمساعدة، والكل يعلم تماما العلاقات الجيدة الأخوية بين سوريا والجزائر، وما تقوم به اليوم ليس جديد عليها. إضافة كما ذكرت لك لهذه الطائرة ستحط على مطار حلب الدولي عدة طائرات مساعدات، إضافة أيضا إلى فرق إنقاذ أخرى. بعد قليل مشرين سنكون مع الكوادر عناصر الحماية الجزائرية. أريد أن ربما أنتقل بعد قليل. هنالك طاقم الطائرة وهنالك أيضا عناصر الحماية، سنكون معهم بعد قليل فعليا. نعم، سنكون معك بكل جديد ولتغطية كل تطور. فرشت فوق ثراك الطاهر الهدباء، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا؟ حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضح السببا. أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا. يا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فمسحي عن جبين الحزن والتعبا، وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجع الحبر والطبشور والكتبا. تلك الزواريب كم كنز طمرت بها، وكم تركت عليها ذكريات صبا، وكم رسمت على جدرانها صورا، وكم كسرت على أدراجها لعبا. أتيت من رحم الأحزان يا وطني، أقبل الأرض والأبواب والشهوبا. حبي هنا وحبيباتي ولدن هنا،
فمن يعيد لي العمر الذي ذهب؟ أنا قبيلة عشاق بأكملها، ومن دموعي سقيت البحر والسحبا. فكل صفصافة حولتها امرأة، وكل مئذنة رصعتها ذهبا. هذه البساتين كانت بين أمتعتي لما ارتحلت عن الفيحاء مغتربا، فلا قميص من القمصان ألبسه إلا وجدت على خيطانه عنبا. كم مبحر وهموم البر تسكنه، وهارب من قضاء الحب ما هربا. يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زحموا بالمنكب الشهبا؟ فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا، ولا المتنبي مالئ حلبا. وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا. يا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره؟ فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربا؟ أدمت سياط حزيران ظهورهم، فأدمنوها وباسوا كف من ضربا. وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتبا. سقوا فلسطين أحلاما ملونة، وأطعموها سخيف القول والخطبا. وخلفوا القدس فوق الوحل عارية، تبيح عزة أهديها لمن رغبا. هل من فلسطين مكتوب يطمئنني عمن كتبت إليه وهو ما كتبا؟ وعن بساتين ليمون وعن حلم يزداد عني ابتعادا كلما اقتربا. أيا فلسطين من يهديك زنبقة، ومن يعيد لك البيت الذي خربا؟ شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان، ولكن ما وجدت أبا. تلفتي تجدينا في مباذلنا من يعبد الجنس أو من يعبد الذهبا. فواحد أعمت النعمى بصيرته فانحنى، وأعطى الغواني كل ما كسبا. وواحد ببحار النفط مغتسل قد ضاق بالخيش ثوبا فارتدى القصبا. وواحد نرجسي في سريرته، وواحد من دم الأحرار قد شربا. إن كان من ذبحوا التاريخ هم نسبي على العصور، فإني أرفض النسبا. يا شام يا شام ما في جعبتي طرب، أستغفر الشعر أن يستجدي الطربا. ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي؟ حوافر الخيل داست عندنا الأدبا، وحاصرتنا وآذتنا، فلا قلم قال الحقيقة إلا اغتيل أو صلبا. يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونزف شريانه، ما أسهل العتبا. من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شربا. حبل الفجيعة ملتف على عنقي، من ذا يعاتب مشنوقا إذا اضطربا. الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايا وريح صبا، لكنه غضب طالت أظافره، ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضبا.